بعض الاحيان التزامك في العمل كشخص يعني ممكن يديني انديكيشن على قد إيه انت ملتزم في العبادات. هو مش شرط، يعني في ناس ملتزمه جدا في العمل بس في العباده مقصره يعني. بس بعض الاحيان لما تلاقي واحد نحسبه على الله ان هو خير وكويس يعني، بتلاقيه ملتزم في العمل بنسبه كبيره وملتزم في العباده بنسبه كبيره وملتزم في جوانب حياته، يعني عموما مع اسرته مع اهله مع بيته مع اقاربه وهكذا يعني. خلاص، لانه عنده التزام عالي. فدي قصه كويسه يعني. بقول لك how you do anything is how you do everything. الطريقه اللي بتعمل بيها حاجه واحده هي نفس الطريقه اللي بتعمل بيها كل حاجه. ملتزم في عملك، هتلاقي نفسك ملتزم في عبادتك، هتلاقي نفسك ملتزم في حياتك، هتلاقي نفسك ملتزم في علاقاتك. هتلاقي عربيتك نظيفه، هتلاقي تليفونك نظيف، مش معنى نظيف نوع غالي يعني، بس نظيف يعني. في ناس تلاقي الشاشه بتاعه التليفون بتاعتها مكسره ومطرب التليفون بتاعه. هتلاقي المكتب اللي انت شغال فيه منمق ومهندم وكل حاجه مظبوطه. هتلاقي لبسك كويس، هتلاقي نفسك مهتم بنفسك وهكذا، لان انت منضبط. لكن اما تبصي على مثلا حد لبسه مبهدل، شكله مش مظبوط، بيحضر متاخر، غالبا في قصور في حاجات كتير جدا، او مش منضبط في حاجات كتير جدا، في جوانب كتير جدا في حياته، مش هيبقى ناجح في حاجات كتير.